السلام عليكم خياتي، كي راكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاعنا اليوم يلقاكم باحسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نديروا وصفه معسله ووصفه توالم بزاف شهر رمضان الفضيل على الابواب. اليوم غندير لكم مقروض اكسبريس ولا مقروض الكوشه. هذا المقروض حاجه اكسبريس ديريه على وقفه بلا ما تنفخيه بلا ما تبيتيه، وغادي نعطيكم المقادير المضبوطه من الزبده وكذلك من السميد، وكذلك نعطيكم المقادير المضبوطه حتى الكميه تاع الماء اللي تحتاجوها. هذه الوصفه مليحه الاخوات اللي يبغوا يعتمدوها كمشروع، نقول لكم ما عليكم غير تجربوها، والاخوات اللي باغي يديروها لدياركم نقول لكم ما عليكم غير تجربوها. صدقوني وصفه بنينه بزاف. غادي نعطيكم المقادير مضبوطه وكذلك شحال عليكم من حبه. ودائما نشوفوا الفيديو تاعنا اليوم نقول لكم ما تنسوش الصلاه والسلام على رسول الله. نبدأ بسم الله على بركة الله بالمقادير. شنو نحتاجو في هذه الوصفة؟ اليوم غادي نكيلو بالكاس اللي يفد 240 مليلتر، وهو اللي غادي نكيلو به جميع المقادير. شنو نحتاجو كاس تاع زيت، كاس تاع زبدة دائبة وتكون باردة، ولا كاس تاع السمن، كل وحدة واش تبغي. ونحتاجو كاس ثاني غادي نديروه نصه ماء زهر ونصه ماء، ماذا بيكم يكونوا شويه دافيين باش يتخلطوا مع المقادير. ونحتاجو كذلك ملعقه صغيره تاع فانيليا وملعقه صغيره تاع قرفه وكذلك نصف ملعقه صغيره تاع ملح. خلطوا جميع المقادير جيدا حتى يندمجوا مع بعض. مقودنا تاعنا اليوم غادي نخلطوا المواد السائله عاد كي نضيفوا لهم المواد الجافه. خلطوا جيدا. كما نعرفوا كاين بعض الاخوات يديروا المقروض ينفقوه بليله ويبات. هذا المقروض غاديه ديريكت ديه منا تخدميه منا. بعد ما خلطنا جيدا من الأحسن تخلطوا يا بالضرب اليدوي، أو من الأحسن والأفضل أنكم تخلطوا بالبغاد ميكسور اللي يعطيكم نتيجة جيدة ونتيجة رائعة. والأخوات اللي ما عندهمش من الأحسن ثاني غير بالخلط اليدوي وخلطوا جيدا حتى الخيط تاعنا يولي لنا أبيض. حنا محتاجين الخيط تاعنا يولي لنا أبيض عليه باش المقادير هذوك يتخلطوا جيدا ونتحصلوا على خليط كريمي. أنا بعد ما خلطناهم جيدا دوك نروحو نضيفو مع بعض المواد الجافة. المواد الجافة اش غادي نحتاجو؟ بنفس الكاس اللي كيلنا به المقادير غادي نكيلو به جميع المقادير. نحتاجو ربع كيسان تاع السميد اللي يكون نصف خشن. هي انا خدمت بسميد مولا، نتوما ولا ماما نتوما اللي عندكم تخدموا به. انا خلط جيدا كما تلاحظوا فقط بالخلاط اليدوي. ومن بعد نضيفوا زوج كيسان كبار تانيك مملوئين تاع الطحين اللي هو الفارينه ونخلطوا جيدا. هي من الأحسن في هذه المرحله ضيفي نصف كيس خامات الحلويات، انا نسيتها حتى من بعد ضفتها. خلطوا جيدا. هنا في هذه المرحله عاد كان ضفت الخامات الحلويات اللي كنت نسيتها، نتوما من الأحسن انكم تضيفوها مع الفارينه. هنا بعد ما خلطنا الخليط جيدا وتحصلنا على هذه العجينه تاعنا لازم ما تكونش طريه بزاف وما تكونش ناشفه بزاف. عطيتكم المقادير تاع الماء مضبوطه هي اللي غتخليكم العجينه نيشان سوا. هنا بالنسبه للاخوات اللي شفتوا العجين تاعكم ناقصه شويه ما، ضيفوا له فقط ملعقه تاع ماء الزهر. نخلو العجين تاعنا على جهه ونروحوا نجيبوا التمر تاعنا. جبت هنا كميه من التمر اللي كنت نقيته مليح، التمر حميره نقيته مليح وفورته. بعد ضفت له بعض الاضافات. شنو الاضافات؟ درت هنا حوالي رطل تاع تمر، درت معاه ملعقه كبيره تاع زبده، والزبده هي اللي غتخلي التمر تاعنا توجور يقعدنا طري. كاين بزاف الاخوات اللي يشتكوا من هذه المرحله. وضفت له حوالي 3 مغارف كبار تاع الجنجلان اللي يكون محمص. وضفت له كذلك ملعقه تاع فانيليا وملعقه تاع قرفه، وعجنتهم جيدا وخليتهم تحصلت على هذا الخليط. نخلو على جيه ونبداو من بعد نشكلهم على شكل اصابع بهذه الطريقه باش الخدمه تاعنا تجينا نقيه وكل يجينا منظم. هذه الخدمه مليحه بزاف الاخوات اللي يكونوا مبتدئات في الطلبيات، وكذلك الاخوات اللي بغاو يجربوها اول مره للبيت ماذا بكم تخدموا بهذه الطريقه. انا جبت كميه من العجين اللي كنت عجنته كما تلاحظوا. هنايا انا ما ضفت له لا ماء الزهر لا ما والو، حاش هذيك الكميه تاع الماء جاتني سوا. هنايا نبدا نشكلها بهذه الطريقه على شكل حربوش. نتوما هنا بعد ما شكلت حربوش نجيبوا هذه كميه التمر. ماذا بكم الاخوات وعلى بالكم ديروا هذه المرحله باش كي نبداو نشكلوا في الحربوش تاعنا يقعد لنا نقي من الفوق. خاش كاين بعض الاخوات اللي يبيعوا المقروض توجو نقاد مرات المقروض تاعهم شويه مطاشي بالتمر. من الاحسن تخدموا بهذه الطريقه.
ونبدو نزيرو جيدا كما كتلاحظوا في الحربوش تاعنا. علاه زيرت كيما هكا؟ خاطرش غادي نديره في الفرن، وكما لاحظتوا بلي ان الخليط تاعنا فيه كميه من خامات الحلويات غادي يزيد ينحنى شويه في الفرن. انا غادي نشكلها بهذا الشكل على شكل حربوش، ودائما نضغط كما كتلاحظوا وبعد نشكله. هنا تبغوا تقطعوه مقروضات كما الاخوات اللي يبغوا يشكلوا على شكل مقروض بريستيج تاني تساعدكم. انا بغيت لكم هذا الشكل. كاين بعض الاخوات اللي يديروا فقط بهذه الطريقه ما يزينوه ما والو، كل وحده وش راها باغيه دير لها الاختيار. انا غادي نكمل بهذه الطريقه نشكل كامل الحبات ونخليهم بجي. دوك نروحو نجيبو النقاش تاعنا. انا نقشت بالنقاش اللي يكون سامبل بهذا الشكل، درت خط في الوسط ومن بعد بديت ندير خطوط في الجوانب بهذا الشكل باش تحصلوا على شكل ورقه كما كتلاحظوا. لازم يعني نسوي مليح الحبه باش الحبه تقعدنا بيان فيني. انا غادي نكمل بهذه الطريقه. في نفس الوقت انا دايره الفرن تاعي سخون درجه حراره 180 مده ربع ساعه باش ندخلو عاد كينا الكاطو تاعنا يطيب. هنا بالنسبه للاخوات نعطيكم ملاحظه، اخوات اللي خدموا الطلبيات غادي نعطيكم طريقه اللي تساعدكم بزاف وتخدموا كميه كبيره في وقت وجيز. لازم عليكم تجيبوا الكميه تاع العجين كامل اللي عندكم وتشكلوها كامل حرابيش بهذه الطريقه وتقطعوها، ومن بعد تغطوها بكيس بلاستيكي بالفوق وتخلوها تنقشوا بالحبه. تبقوا رواحكم في مده 10 دقائق نقشتوا اكثر من 60 حبه ولا 70 حبه. بالنسبه للاخوات اللي استقصوني شحال قطعت لي الكميه، هذه الكميه قطعت لي اكثر من 70 حبه. كما تلاحظوا سترتها في بلا، وماذا بكم نديروا حبه قدام اختها باش التمر تاعنا ما يبسناش في الفرن. مده الطهي تاع البقود تاعنا تتراوح ما بين نصف الساعه حتى 45 دقيقه. هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه. غادي ندخل البقود تاعنا يطيب ومن بعد نتلاقوا مع بعض. كما كتلاحظوا تاع المقود تاعنا بعد ما طاب وداي هذاك اللون الشباب، هذاك اللون الاحمر من الفوق، شعلت عليه من تحت بعد من طاب لي، من بعد هذاك اللي شعلت عليه ياخذ تحميره خفيفه من الفوق. ومن بعد جبت كميه من العسل وبديت نعسل في المقود تاعي. هنا العسل تاعي انا عسل طيبته في الدار، عسل منزلي، بس لازم يكون يعني لازم عليكم يكون شويه ثقيل. ونبداو نعسلو في الحبات تاعنا بهذه الطريقه. وغير في هذه المرحله اللي غادي لازم عليكم المقود تاعكم تبيتوه ليله كامله وهو يشرب في الحسل باش يعطينا نتيجه بنينه والمقود تاعنا يجينا معسل. بالنسبه للاخوات اللي خدموا طلبيات ويخدموا طلبيات كبار من الاحسن خدموا المقود تاعكم كامل وطيبوه كامل، ومن بعد كي تبغي تدي الزبونه الكاطو تاعها بليله قبل عسلوه بصح العسل تاعكم هنا في هذه المرحله لازم عليكم يكون ساخن. انا غادي نكمل بهذه الطريقه ونكمل كامل حبات ونعسل كامل حبات ونخليهم يبيتوا، بعد نجولوا مع بعض ونشوفوا مقودات تاعها اليوم في الشكل النهائي. كما تلاحظوا هذا هو المقرود. كما تلاحظوا هاي يدوب في اليد قبل من الفم. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وغادي يجيكم مقرود من اروع ما يكون ويجيكم معسل حتى القلب. ونتمنى ان شاء الله تشاركوا تطبيقاتكم عبر الانستغرام ولا الفيسبوك. دوك ما لي نقول لكم الى الملتقى الى فيديو اخر ان شاء الله.